علم ابنك وقوله ان اللبس اللي بتخرج بيه ما ينفعش تنام بيه، ومش مهم الجزمة اللي انت لابسها بكام او جديدة ولا لا، المهم انها تكون نظيفة وممسوحة كويس، لان نظافة الانسان بتبان من اللي لابسه في رجليه. وقبل ما يلبس قميصه يلبس الجزمة او الكوتشي، علشان لو لبس القميص في الاول هيكرمش لما يوطي يلبس جزمته. وعلمه انه لو حد طلب منه يناوله حاجة، ريموت او مناديل او اي شيء، ما يحدفش ولا يتعود يرمي، ولكن يناول بايديه لايد غيره. ولما يجي يشتري ريحة ما ينفعش يفتح ازازة ويجربها، ولما تعجبه ياخد ازازة تانية مقفولة. المفروض طالما هيشتري ياخد اللي جربها مادام هو اللي فاتحها. وعلمه ما ياكلش قبل النوم على طول علشان ما يحلمش احلام وحشة. والفوطة اللي ينشف بيها جسمه ما ينفعش يستخدمها للمناطق الحساسة، لازم يستخدم مناديل أو فوطة تانية. وعشان يبقى له وزن في أي قعدة ومحدش يستخف بيه، المفروض ما يقطعش الكلام على غيره. وقبل ما ينام يتوضى الأول علشان الملائكة تدعيله بالرحمة والمغفرة طول ما هو نايم لحد لما يصحى. وعرفه ان صاحبك اللي يلاقيك بعيد عن ربنا وما يقربكش منه يبقى البعد عنه واجب. وقول له انه ما يتكلمش عن احلامه بشكل مستمر قدام الناس، لانها ممكن تتحسد، وممكن الكلام اصلا يخلي عزيمته تقل. يكتم الحلم جواه لحد لما يبقى حقيقة متشافة وملموسة. وعلمه انه لو حد قال له كلمة ضايقته يشتغل، ولو حامل هم بكرة يشتغل، ولو خايف من الفشل يشتغل، ولو عاوز باله يرتاح ويهدى يشتغل. وإن التعب بيجي لما الجسم بيرتاح، والراحة بتيجي لما الجسم بيتعب. وعلموا إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ومن غيرها الصلاة تبقى بطلة. يعني لو داخل يصلي ورا حد ولقاه ساجد، المفروض يقول الأول الله أكبر بنية الدخول في الصلاة، وبعد كده يقول الله أكبر تاني بنية السجود. ولو عاوز تعلمه كل حاجة عن الصلاة الصحيحة، هسيب لك رابط لتطبيق عن تعليم الصلاة من أولها لآخرها في أول تعليق، ابقى بص عليه. وعلم ابنك وخليه شغلانتك وشغلك الشاغل. اللي ما يشبعش على طبلية أبوه بالأصول ومن هو صغير هيفضل يعاني من قلتها مهما يشب ويبقى كبير. السلام عليكم.